الخير، اليوم عندي قصة مكانها فريد من نوعه، القصة فريدة من نوعها، ما أدري إيش معناتها. المهم شكلي مرحب هنا، يعني ما أبغي أقول حكمة بعدين أنا اللي أكلها. فالمهم اليوم عندي قصة بإذن الله أنا تنال إياكم. قصتنا اليوم يا جماعة الخير عنوانها كسوف الشمس وحمار البنت. إيش الربط الغريب اللي فيهم؟ حلو، يعني إيش اللي فيهم؟ جماعة الخير أحلى شيء فيهم يقول لك من 10 قوم أصبح منهم. كان سبيت نفسي، خلونا نكمل القصة حتى هم يضحكوا علي. المهم بداية قصتنا تحكى في علماء حقين الكسوف وحقين الفلك، راحوا مكان، والمكان هذا كانوا يشكون إنه بيكون فيه كسوف. فيا جماعة الخير أنا أحس إن الكسوف يصير في جميع يعني الأماكن، بس ليش اختاروا هذا المكان والله ما أدري. فتوجهوا لهذاك المكان ولقوا إن فيه بنت عايشة في خيمة، بيت شعر أو بيت يعني، بس القصة قديمة. فقالوا لها حنا بنجلس هنا راح نشوف الكسوف بكرة، يقولون عندكم كسوف نبغى نشوف. فقالت البنت ترى في مطر. قالوا علماء يقول علم الفلك إنه ما في مطر أصلا، ما نديكم غيم. قالت وصلت حمار يقول إن فيه مطر، حياكم تذروا. قالوا لا، علم الفلك يا دارس سنين تبغين حمار ايش ذا يقنع؟ قلت لا قد ما يقد مالكم طويلة. فرفضوا، وهي قالت بصركم. شوي في الليل بقيت مرقاد في نص الليل تمطر عليهم مطر، ملت ثيابهم ما خلتهم يرقدون، تذروا. راحوا البنت قالوا لها تكفينا فزعينا، نبي طرف البيت نبي نقعد في طرف الزاوية نتذرى. يعني مثلا دقيقة مثلا هذا البيت يعني اجلوا يبغوا يرقدون في ذا الطرف، بس ذا الطرف علشان يتذرون من المطر. فقالت البنت وصلكم أنا علمتكم، حماري قايل لكم. فقايل لكم حلو. فقالوا الريجين والله مو من حمار، الحمار اللي معنا اللي قالنا ذا الكلام. فبس هذه قصة لطيفة خفيفة وفي مكان يعني مختلف. فبس كذا أنا السالفة، وختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ومع السلامة.